الاقتراحات والمشاريع. لأن المجتمع المدني سيدنا الخطاب اللي دار في 2005 خدا عن جدارة واستحقاق على المجتمع المدني كيعمل أكثر ما كتعمل الدولة، وهذا هو علاش شد المجتمع المدني وقال كل من موقعه، ما خصش فلان ولا فلان ولا المستوى ولا كذا. ولكن مازال هذا الشيء هذا لأن حتى بعض المسؤولين ما كيبغيوش يتعاملوا مع المجتمع المدني، إذا هنا كيديروا عصافر الوضع. هذا هو هذا خصو يتحارب. ثانيا خص السيد الوزير المكلف بالمعالقه مع البرلمان والمجتمع المدني انه يكتب رسائل دوريه المسؤولين على الصعيد الوطني باش يتعاملوا مع المجتمع المدني. تنقول المجتمع المدني الفاعل، ماشي كاين المجتمع المدني حبر على ورق، ولكن كاين المجتمع المدني الفاعل صح يتعاملوا معه في اطار قانوني واخلاقي. كيتكلصهم كيديروا عراقيل باش هذاك المجتمع المدني يتراجع له، لان كتهضر ما تيقول لك السياسه راه ماشي عيب. انا هضر معايا في اطار قانوني وخلي السياسه جانبا. وفي الاطار القانوني بالنسبه للفصل 7 هذه هي الاشكاليه الكبرى، لان فين ما تيمشي شي واحد يسول عليه باش ياخذ المعلومه فعلا تيجي هذاك المسؤول تيقول له ما كاينش مراسم تطبيقيه. اذا هذه المراسم التطبيقيه خصها تكون هي الحافز الاولى باش المواطن يقتنع، لان حتى المواطن دابا كيشمئز ويتراجع الى الوراء تيقول لك هذا الشيء كله ما كاين والو. علاش؟ لان خص هذا كما قال السي مستوب فعلا خصنا نديروا شي مسائل اللي هي دقيقه، ولكن خصها المسائل اللي هي عندها علاقه بالتنزيل. هي اولا بحال هذه المراسم التطبيقيه ديال الحصول على المعلومه، لان ما كتمشي تحصل على شي حاجه على الصحفيين راه ما كيحصلوش على المعلومه الا ب 66 كشيفه. علاش؟ عاد المجتمع المدني اللي عنده بطاقه صحفيه وتكون وكذا وديالهم وكيدير التغطيه وفي مصلحه البلاد، ولهذا فالمصلحه المجتمع المدني لانه كيعمل من اجل مصلحه البلاد ومن اجل مصلحه العباد. اذا خص هذا التفعيل ديال هذا القانون ديال الحصول على المعلومه من اول الاولويات.